الاهلي امبارح مستوى الشوط الاول تلعب كاس عالم للانديه، ويعني وممكن توصل دور الاربعه كمان. اصل في الاول وفي الاخر ما حدش يقول ان فرقه انتر ميامي فرقه ضعيفه. هي لو ضعيفه فهي اقوى من اي حد انت بتلعبه هنا. يا باشا ده فيها سيرجيو بوسكيتس وميسي وسواريز وجوردي ألبا. ايه يا عم ايه اللعيبه اللي دي انت ما بتشوفهاش غير في البلاي ستيشن، على بوسترات الاعلانات، في الدعايه في التلفزيون، على اليوتيوب مثلا. طبيعي ان انت تبقى نازل خايف. الغريب ان انت نزلتش خايف ونزلت عملت شوط. يا عم بص، تريزيجيه هنقول ضربه الجزاء كان جابها، وسام ابو علي من الثلاث فرص كان جاب واحده. مش هكلمك بقى في امام عاشور انه مضيع له اتنين، وان اسامه ابو علي مضيع له ثلاثه، وتريزيجيه مضيع له اتنين غير ضربه الجزاء. كنت هتطلع 2-0، تنزل الشوط الثاني يا باشا، امن دفاعك، ارجع ورا تحت الكوره. كسبت اول ماتش في تاريخ كاس العالم للانديه في النسخه الاولى. كان اسم الاهلي ده هيتحفر في التاريخ. اللي هو كل ما حد يفتكر كاس العالم للانديه، الاهلي غلب انتر ميامي 2-0 وفيها ميسي وسواريز. انت متخيل ان ال 11 لاعب من الاهلي وال 11 لاعب من انتر ميامي دول اول 22 لاعب يشاركوا في كاس العالم للانديه؟ انت متخيل يا مؤمن ان لو كنت اللعيب اللي عند الاهلي كان دخل جون، كان اسمه هيتحفر في تاريخ اهم بطوله للانديه؟ خلاص، اصل هي خلاص مفيش اهم منها. هتقول لا ما هي البطوله ضعيفه عشان في ناس من افريقيا وفي ناس من مش عارف ايه. باشا في اهم 12 نادي في اخر 4 سنين في اوروبا. يعني كانك بالظبط كده بتلعب دور ال 16 مثلا في دوري ابطال اوروبا. ايه 12 فريق، 12 فريق من اوروبا، واربعه من اسيا، واربعه من افريقيا، وسته تقريبا من امريكا الجنوبيه، وثلاثه ولا اربعه من امريكا الشماليه، وطبعا ايه اوكلاند سيتي. ضيعتوا كل ده. مفيش خلق للكلام والله عن فنيات ولا عن احداث ولا عن تألق ولا. انا جالي احباط بعد الماتش، ما عرفتش انام غير 10 الصبح. طب اسجل الفيديو؟ لا ما تسجلش الفيديو. طب نتفرج على الناس قالت ايه؟ مفيش خلق، مفيش خلق لاي حاجه. قفلتونا. كنت تغلبوا، كنت تغلبوا وخلاص يعني. يعني ليه انا افضل متعلق؟ ليه انا ابقى متعشم تاني فيكم انكم تغلبوا بالميراس مثلا وتتعادل مع بورتو فتصعد؟ يعني ليه هبقى متعشم العشم ده؟ ما كنت تغلب يا عم وخلاص. وبلاش وجع قلب وبلاش حرق دم وبلاش نضايق ونخنق نفسينا. كنت تغلب، اتغلب وانتهينا. لا بتتعادل.